بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. عملت الفراخ النهاردة يا جماعة بطريقة حلوة. طبعا الفراخ انا عاملاها معاكم كتير، وعاملة الرز معاكم كتير، وعاملة كل حاجة معاكم كتير. النهاردة بس عملت الفاصوليا البيضة بطريقة حلوة ومغذية جدا، وبسلقها يا جماعة واحطها في الفريزر وبطلعها عند الطبيخ. وعملت الفراخ البلد وعملت الرز الابيض جميل جدا جدا وبألف هنا. يلا بينا نشوف الفيديو احنا عملناه ازاي. يلا يا حبايبي، وبألف هنا. عجبوا الفيديو حطوا له لايك واشترك في القناة عشان يوصلوا كل جديد. يلا بينا نشوف احنا عملنا ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. النهارده يا حبايبي حطيت بصل، خلصت بصلة على النار اهو، وهحمرها حاجة بسيطة كده، هصفرها. وهنعمل الفاصوليا البيضة، الفاصوليا البيضة اللي بنسلقها ونعملها. انا عندي فاصوليا بيضة يا جماعة، هوريها لكم اهو، سلقاها وحطها في الفريزر وعبيها في الفريزر جاهزة على طول للأكل. هنا صفيت الطماطم، ضربتها في الخلاط وصفيتها، وهنا هعمل جنبها الفراخ. تمام كده. بصلة خلاص دخلت في اللون الذهبي اللي انا عايزاها اهو. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. هنعمل الفاصوليا البيضة الجميلة اللي بتتعمل في الافراح بطريقة حلوة قوي قوي يا حبايبي. كده تمام. كده هنحط الطماطم بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطماطم مضربات في الخلاط ومصفيها بالطريقة الحلوة دي اهو يا حبايب قلبي. كده الصلصة خلاص دخلت في السوا اهي. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. والله الإضاءة يا جماعة ظالمة الحاجة. والفاصوليا اهي انا سلقاها، غليها غلوة واحدة ومعبيها في كيس وحطها في الفريزر. عند ما اطلع خلاص يبقى جاهزة. الفاصوليا اهي يا حبايبي، لو رجعتوا على القناة بتاعتي هتلاقوا انا سلقاها الفاصوليا واللوبيا وعاملاها فيديو تفروزيها ازاي بالجمال والحلاوة دي اهو. يا حبايبي انا كده حطيت شويه فلفل اسمر، الفراخ بتغلى اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. اهو يا حبايب قلبي انا كده بحمر الفراخ اهو. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، بالطريقه الحلوه دي. وهنا الفاصوليا خلاص خلصتها. بسم الله ما شاء الله. وعملت جنبها رز ابيض، بنحب جنب الفاصوليا رز ابيض. وطبعا عملت الشوربه، شوربه الفراخ جميله جدا يا حبايبه. هي طبعا دي فراخ هجيني، مش فراخ لا بيضه ولا بلدي. الفراخ الهجيني دي شوربتها حلوه قوي جميله ازاي. بسم الله ما شاء الله. وهنا بحمرها اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. كده هنحمر، كمل تحمير ونغرف. وبألف هنا يا حبايبي، بألف هنا. عجبوا الفيديو حطوا له لايك واشترك في القناه عشان يوصلوا كل جديد. مسكم محمد. الفرخه طبعا بحط لها ميه تغلي، وبحط لها ورق لوري، حبهان، وفلفل اسمر، وطماطم وبصل، واسيبها تستوي، وملح. الفراخ دي يا جماعه بتحط لها ملح من اول ما تحطها في الميه، من اول ما تغلي تحط لها ملح، لان لو ما تحطلهاش ملح بتبقى ايه، لحمتها عدبه اهو بالطريقه الحلوه دي. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. كده بقى هنغرف ونشوف اكلنا اهو يا حبايب قلبي. انا غرفت بسم الله ما شاء الله. الاكل جميل جدا وتحفه حلوه قوي. دي الفاصوليا يا جماعه طبخها سهل جدا، حلوه قوي قوي. زي ما انت عايزه تعمليها تقيله تعمليها خفيفه، تعمليها تسبكيها زي ما انا عاملاها كده بتبقى حلوه قوي. ودي الفراخ يا جماعه تعتبر فراخ بلدي، البلد الهجينه دي. وده الرز جنبه برز ابيض بيبقى مع الفاصوليا جميل. وشفتوا الشوربه حلوه ازاي يا جماعه؟ الشوربه تحفه فعلا، شوربه فراخ بلدي
حلوة قوي قوي. اللي يعجبه الاكل يا جماعة واللي يعجبه الطريقة يحط لايك ويشترك في القناة عشان يوصلوا كل جديد من اختكم ام حماد. الاكل يشهي جميل بسم الله ما شاء الله. والفراخ حلوة قوي قوي وشربتها تحفة اهي يا حبايبي. والفاصوليا النهارده انا عاملاها بطريقه جميله جميله جميل. وبالف هنا يا حبايبي، بالف هنا. واللي يعجبه الفيديو حطوا له لايك واشترك في القناه عشان يوصلوا كل جديد من اختكم ام حماد. اشوفكم في كل الجديد بمشيئه الرحمن. مع الف سلام، مع السلامه حبايبي.